نبدا بالاداءات التمثيليه، واول حد هنتكلم عنه طبعا محمد فراج. فراج اللي تمثيله هايل جدا جدا جدا، ومبسوط اللي هو عمل مسلسل مع شاهد، لان مؤخرا شاهد بقى ليها زي كاست كده بتحب تشتغل معاه، منهم ريهام عبد الغفور. فاتمنى ان يكون فراج من الكاست بتاع شاهد ده عشان نشوفه اكتر واكتر واكتر. فراج انا بتفرج عليه من وقت مسرحيه قهوه ساده، انا كنت حضرتها وقتها، وفي شخصيه انا بالنسبه لي من افضل اداء تمثيلي عمله محمد فراج في 2003 كان بشخصيه رجب الفرخ في مسلسل بدون ذكر اسماء للمبدع المؤلف وحيد حامد. بالمناسبه المسلسل على اليوتيوب لو حابب تتفرج عليه، او ترشيح اهو على بسيط كده على جنب. انا فاكر ان انا لما خلصت المسلسل انا بعت لفراج عشان اقول له قد ايه تمثيله كان هايل، بغض النظر بقى عن الرد ولا لا، انا حسيت ان انا لازم ابعت له واقول له ان تمثيله كان تحفه. اتمنى فراج يشوف الحلقه دي، لان لسه لحد النهارده فراج بالنسبه لي من اتقل الممثلين حاليا في الجيل الجديد. ولو ان فراج بقى اتقل من ان احنا نقول عليه لسه في الجيل الجديد، بس قصدي يعني الجيل اللي هو بعد احمد عز وكريم عبد العزيز والسقا وكده. المهم فراج في المسلسل غرفه 207 بشخصيه جمال